السونار التفصيلي امتى اعمله وايه الهدف منه؟ اولا امتى بعمله من ابتداء من الاسبوع ال 18 لغايه الاسبوع ال 24 او يعني للتسهيل من نص الخامس لنص السادس. طيب الهدف منه ايه؟ الهدف منه حاجات كتيره جدا. اولا ان انا بكشف على العيوب الخلقيه للجنين، ان انا ببص على جميع الاعضاء الداخليه ليه. تاني حاجه ان انا بعمل ايكو او فحص قلب الجنين عن طريق الموجات فوق الصوتيه، ده مهم جدا 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 لاكتشاف العيوب الخلقيه المبكره لقلب البيبي، وان احنا نحاول لو في لا قدر الله مشكله في البيبي نبقى مستعدين ليها من قبل الولاده، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نخدم البيبي ده لو في لا قدر الله مشكله. تاني حاجه بعملها ان انا بعمل دوبلر. الدوبلر ده ان انا زي ما قلنا ان احنا بنقيس تدفق الدم في الحبل السري وفي الشرايين بتاعه الام عشان نتنبأ لو لا قدر الله في عرضه ان هي يجي لها تسمم حمل او ارتفاع ضغط دم. رابع حاجه ان انا بشوف الميه اللي حوالين البيبي، بقيم وضع الميه بتاعه البيبي. واخر حاجه ان انا ببص على وضعيه المشيمه، لان في بعض الاوقات بيبقى وضعيه المشيمه مش مطمئنه قوي، بتكون قريبه من عنق الرحم او لا قدر الله بيكون فيها التصاق، فبالتالي بنقدر ان احنا نتابع موضوع المشيمه ده عشان نقدر نوصل بالحمل ده لنهايه جميله للام وللجنين.